المنشورات دي دايما بتثير حماس جماهير النادي الأهلي، والوصف اللي في نجم الجيل مع وجود بيبو خالد بيبو أو الكابتن محمود الخطيب بيخلي التوقعات تروح لأسماء تقيلة جدا. حسب السياق الحالي وسوق الانتقالات، الكلام ده غالبا بيدور حول إمام عاشور لو الكلام عن تجديد أو تعديل عقد، أو صفقة جماهيرية كبرى زي عمر مرموش لو بنحلم شوية، أو الأسماء اللي ارتبطت بالأهلي مؤخرا زي محمد علي بن رمضان. ليه المنشور ده غامض؟ الأسلوب ده بيستخدم كتير في السوشيال ميديا لزيادة التفاعل engagement، وغالبا الاسم المقصود بيه يكون واحد من الثلاثة دول. واحد، إمام عاشور لأنه حاليا هو ترند الجيل وتجديد عقده أو استمراره لفترة طويلة يعتبر ضربة قوية. اثنان، وسام أبو علي بعد الأداء الأسطوري اللي قدمه، تأمين عقده ل 2030 يعتبر ضربة الموسم. ثلاثة، صفقة جديدة تماما زي الكلام اللي انتشر عن محاولات ضم محترفين مصريين في الخارج أو مواهب شابة سوبر. تحليل ضربة الموسم: مدة العقد 4 سنوات، دي المدة القياسية اللي الأهلي بيبني بيها استقرار الفريق. اجتماع بيبو إشارة لقوة الصفقة، لأن الكابتن الخطيب مش بيتدخل غير في الصفقات اللي بتمثل أمن قومي كروي للنادي. قلب موازين معناها إن اللاعب ده كان قريب من نادي منافس الزمالك أو بيراميدز والأهلي خطفه. تفتكر حضرتك المنشور ده بيلمح ليه إمام عاشور، ولا في اسم جديد في الخفاء زي مصطفى محمد